عمرو ال AI مع الكودينج دخل بقوة وبقينا بنستخدمه في حاجات كتير. مبهدلكوا، بقينا مؤاخذة يعني. بنستخدمه احنا فرحانين بيه جدا. مبسوطين ها؟ طبعا. احنا مبسوطين احنا كمان. بيوفر علينا وقت كتير صراحة. لا، خليني احكي لك الموضوع ماشي ازاي، لان الناس بتخاف من اي حاجة جديدة، ودي كارثة. واللي بيخاف من كده هو اللي مش عايز يتطور. جميل. اللي عايز يتطور كل ما بتطلع حاجة جديدة بيستغلها علشان يقدر يكمل بيها الرحلة بتاعته. فالديزاينر ما يخافش من لا، ما يخافش، الدخول ل وهقول لك AI. ما يخافش ليه، ماشي. وهقول لك ده بيحصل ازاي. تمام. احنا زمان كان عشان حد يروح يعمل بحث أو يعمل تقرير عن حاجة، كان لازم يسافر ويروح مكتبة ويقرا ويعمل كانت رحلة شاقة يعني. بعد ما ظهر الsearch engine بقى الموضوع بسيط جدًا، وبدأنا نكتشف عقول أحسن بكتير، وأساليب أسرع وأسهل بكتير من الأول في كل industry تقريبًا. الAI عامل زي كده بالضبط. الAI هي tool بتساعدك في حاجات كتير أوي ما بتعملهاش. المفروض أنت كdesigner تدرّب نَفْسك على إن أنت تستخدمها عشان تساعدك، وهي عمرها ما هتحل محلك طول ما أنت بتتطوّر وعارف الفرق بينك وبينها.